بيكم في السيشن التالت من كورس الديجيتال ماركتينج مع علاء الناظر. مبسوطة بوجودكم معايا ومبسوطة ان انتم مكملين. السيشن اللي فات اخدنا كتير من مصطلحات الماركتينج واخدنا يعني ايه ماركتينج. كل ده اخدناه في السيشنات النظرية، ولكن النهاردة هنبدأ في جوجل ادوردز السيشن العملي. أكتر حاجة في الديجيتال ماركتينج مهمة الجانب العملي، علشان كده هنهتم إن احنا نبتدي من الأول خالص، نقول إزاي نعمل أكاونت، وبإذن الله الناس اللي هيكون معاها فيزا هتكمل إن هي تكون بجانب عملي. وطبعا بتحتاجوا تدريب أو بتحتاجوا إن انتوا تبدأوا في الأول من رأس مالكم، سواء تصرفوا على البيزنس الخاص بيكم أو تصرفوا بشكل أو بآخر من مكان يديك فترة تدريب عشان تحصل على نتائج. ممكن أوريكم نتائج من نتائج الشركة أو الأكاديمية، وإن شاء الله هشوف نتائجكم انتوا في يوم من الأيام بعد الكورس، تكونوا شبكة بحث وشبكة إعلانية وشبكة فيديو. ودول الثلاث حاجات اللي احنا بنشوفها بشكل آخر، نصوص وصور وفيديو. إن إعلانات جوجل لا إما تيجي على شكل نص بيظهر لنا، أو صور تظهر لنا في جانب من الجوانب زي ما قلنا، أو يظهر لنا على شكل الفيديوهات اللي بتظهر لنا في كل حاجة أو كل المنصات، سواء يوتيوب أو فيسبوك أي منصة. كل دي ممكن تكون إعلانات معمولة من خلال جوجل. وطبعا عرفنا من السيشن اللي فات إن الإعلانات ممكن تظهر على كل الأنواع، سواء فون أو لابتوب أو تاب، مش مقتصرة على حاجة معينة. خلينا نعرف إن المميز في جوجل ادوردز إن العميل اللي بيوصل لنا تقريبا نسبة 99% إن هو بيدور علينا. طب ما هو طالما جالي من طريق السيرش أو جالي إن أنا عايزني، فهو فعليا هو بيكون العميل المحتمل بتاعي اللي أنا ممكن هبيع له، أو بنسبة كبيرة أنا هبيع له. علشان كده ناس كتير بتعمل إعلانات من على جوجل، لأن إعلانات سيرش جوجل حد عمل عنك سيرش فهو فعليا بيبحث عنك، وإن بيديك في الآخر نسبة قياس تقيس كل نتائجك، سواء نسبة الوصول، نسبة المشاهدة، نسبة الضغط، كل ده تقدر تقيسه في الآخر. علشان كده تحط إعلان. وفي نوعين من الإعلانات، الأوتوماتيك والمانوال. طب ايه الفرق بين الإعلان الأوتوماتيك والإعلان المانوال؟ الإعلان الأوتوماتيك أنا بحط له فيزا، الفيزا بتسحب تلقائي، بشحنها بتسحب تلقائي، ودي بتكون للشركات الكبيرة أو الشركات اللي عندها رأس مال. المانوال أنا اللي بحدد السعر، بقدر أتحكم في التمويل، وبيكون للأفراد أو البيزنس الصغيرة اللي لسه بتبدأ. كمان جوجل قلنا بتديك مقابل 1000 نقرة فلوس، فبتعمل أحيانا عروض كويسة جدا وهنشوف دلوقتي. فأنت بتدفع بس مقابل النقرة أو مقابل الضغطة اللي هيضغطها العميل، فبتقدر تتحكم في النتائج، بتقدر إن أنت توصل لعملاء بالفعل هم محتملين، بتقدر تعدل السعر، وبتقدر تقيس النتائج بتاعتك في الآخر. دي كلها كانت نتائج أو مزايا للإعلانات على جوجل، علشان كده كان لازم إن احنا نتعلمها. هنيجي هنا على جوجل عادي، سواء فون أو لابتوب أي حاجة هتلاقيها، ونبدأ نبحث من هنا على جوجل ادوردز. فالأول كان بيفتح لك صفحة زي صفحات النتائج اللي كنا بنشوفها، ولكن دلوقتي هيفتح لك من الأول خالص إن أنت تعمل حساب. فهنبتدي إن احنا نعمل حساب طبعا، أو لو احنا عاملين حساب فاحنا مش عايزينه، عايزين نبتدي من الأول خالص. فهنيجي من هنا هيجيب لك صفحة الإعلانات الخاصة بجوجل، ويبتدي يوريك إعلانات جوجل والفوائد منها والنتائج، وكمان بيكون في عروض. يعني لو حابين نشوف أكتر نعمل زوم. دي اللي لسه واخدينها، إن أنت بتقدر تاخد عملاء محتملين، مش مجرد عملاء، لأ دول العملاء اللي أنا عايزهم، اللي أنا باحاول كمان أستهدفهم، وأقدر إن أنا أزيد مبيعاتي، لأن أنا العميل اللي هييجي لي هو بيدوّر عليَّ، فمبيعاتي already هتزيد. علامتك التجارية
هتبان. وقُلنا من أهم الكلمات المفتاحية إن إحنا ممكن نظهر في الإعلانات من غير ما نعمل أصلًا إعلان. تقدر تسوّق لتطبيقك أمام مستخدمين، تقدر كمان تعمل تسويق للبرنامج الخاص بيك. فجوجل مزاياها كتير، تقدر توصل للعملاء أيًا كان المكان، علشان كده الmarketing عالمي، مش حاجة في مكان واحد، لأ بالعكس أنا أقدر إن أنا أعمل إعلان لأي حد في أي مكان، فده شغل ثابت أنا أقدر أشتغله من أي مكان. أنا لو رُحت بلد تاني فأنا هاشتغل marketeer، فهتبقى هي من نفس الحاجة. هنيجي فوق إن أنت سجّلت دخول، فإحنا خلاص ما إحنا مش هنسجّل دخول، إحنا عايزين هنبتدي من جديد، فهنبدأ البادئ الآن ونيجي من نقطة الصفر نبدأ. هننشئ حساب جديد على جوجل. هيبتدي يسألك أسئلة عادية، أنت بتعمل حملتك الأولى طبعًا بيكون كلّه English، ويا ريت أنا باشرح عربي، بس يا ريت إن أنتم تحاولوا لمّا تتعلموا لأول مرّة تشوفوه عربي، بس تبتدوا إن أنتم تشتغلوا English عشان تقدروا تحفظوا المصطلحات، والوضع يكون معاك بسيط واحدة ورا التانية، الموضوع ما يتقلش عليك. واحد إن أنا عايزة أسوّق ده في أكتر من مكان، طبعًا أنت بتضيّع فلوسك على الفاضي وكده ما عندكش فعلًا experience مناسبة إن أنت تكون marketer، لإن أنت هتضيّع للأسف فلوس الclient اللي هو جاي يتعامل معاك والنسب بتاعتك، ومش هتجيب أي نسبة، وبالتالي مش هيكون عندك نتائج تورّيها للعملا من بعد هذا الclient. وللأسف زي ما client بيجيب client، العملاء ما بترشّحش الوِحِش لحد. يعني لو حد راح سأل عنك وأنت جِبت نتائج وِحشة، للأسف ما بتترشّحش فيما بعد، بيكون صعب إن أنت تلاقي فرصة تاني. آخر حاجة الtarget أو الاستهداف. الاستهداف بتاعي باقدر أحدد فيه كل حاجة، باقدر أحدد الفئة، باقدر أحدد من خلال الكلمات المفتاحية اللي أنا باحطها، أو اهتمامات الجمهور اللي أنا عايزه، أو المواضيع الخاصة بالإعلانات، أو المواضع الأماكن، دي كلها من أشكال الاستهداف. وزي ما قُلنا إن إحنا نحاول ما نستهدفش أكتر من بلد في نفس الإعلان، نحاول نستخدم لغة واحدة فقط، نشوف اللي إحنا عايزين نستهدفه، الفئة أو الناس اللي إحنا عايزين نستهدفها بتتكلم إيه، ونحط لغة واحدة فقط. ماشي لو عايز فئة من الأجانب مثلًا يشوفوا الإعلان بتاعك فتضع اللغة الإنجليزية، فممكن فئة تشوفها ولكن هتكون غير مهتمة، فبالتالي أنت بتضيّع نسبة الفلوس اللي هي محطوطة في الإعلان بدون أي فايدة. فنحط لغة واحدة فقط، لغة واحدة هتسهّل الإعلان، هتخلّي نسبة الوصول أعلى، نسبة المشاهدة والclicks أكتر، فبلاش إن إحنا نشتِّت الإعلان. يعني اعتبر إن الإعلان ده شخص، حاول إن أنت ما تشتتهوش في أكتر من مكان. ونحاول نفهم إيه الفرق بين الSEO وبين Google AdWords. Google AdWords إن إحنا بنحاول ندفع فلوس مقابل إن الإعلان بتاعنا يظهر، فبنحط له الكلمات المفتاحية اللي هي بنوصّلها. طريقة الSEO دي مجرد طريقة كتابة مقالات، ناس متخصصة تكتب المقال عشان تطلّعك في البحث في النتائج الأولية، ولكن Google AdWords مختلف عنهم تمامًا. نبتدي إن إحنا نحاول ننشأ حملتنا الأولى، فيبتدي إن هو يقول لك دخّل اسم النشاط الخاص بيك، وليكن هنعمله AK. هنا لو عندك موقع أو location، أو عندك موقع يوتيوب، أو عندك صفحة ويب، أي حاجة تقدر تحطها هنا، وهنا تقدر نحط الرقم الفون الخاص بيك أو اللي أنت شغال بيه. بندوس التالي عادي. حطيت أول حاجة الاسم الخاص بالنشاط، حطيت رقم الفون التاني بتربطها.
طبعًا أنا كنت رابطة قناة اليوتيوب ورابطة رقم الفون زي ما إحنا شايفين، فعادي جدًا أنت بيجيب لك الحساب المرتبطة وتبدأ إن أنت تربط أكتر من حساب، ولو عايز تربط حسابات تانية بيكون عادي ما فيش مشكلة، فبنربط الحسابات الخاصة بينا ونبتدي إن إحنا ندوس التالي، هيبتدي يسألك أنت عايز تعمل حملة ليه؟ إيه الهدف من الحملة بتاعتك؟ ودي أكتر حاجة بنشوف الclients عايزين مثلًا بيقولوا أنا عايز حملة تزيد لي عدد المتابعين، أو أنا عايز حملة تزيد لي عدد الشراء، فالناس تسأل أكتر، فبالتالي أنت بتحدد هدف الحملة الخاص بيك، ودي step مهمة جدًا. لو أنا عايز أزيد عمليات الشراء أو إن أنا أعرف العملاء المهمين أو ناس ترن call تعرف، لإن الخوارزميات بتكون عارفة مين أكتر استخدام لمكالمات الهاتف، مين أكتر استخدام للأشياء دي، فيبتدي إن هو يحدد الوصول للناس اللي إحنا عايزينها توصل. لو أنا مش عايز كل ده، بس أنا عايز الناس أنا لسه في البداية ومجرد عايز الناس تعرف العلامة التجارية الخاصة بيّا، عايز تظهر لهم على مواقع ويب، وإحنا قُلنا كل ده إن أنت ممكن تظهر في أي مكان، فتظهر لهم إن هم يشاهدوا الفيديو، والفيديوهات أعتقد حاليًا نسبة وصولها أكتر من إن أنت تشوف مقال أو تشوف message أو تشوف حاجة بسيطة، بتحس إن هي ما بتوصلش زي الفيديوز. الحملة الخاص بيك. يعني عشان تعرف تقارير الحملة الخاص بيك، هنا هتعرف الميزانية والتاريخ والسعر والإعلان الفيديو، كل حاجة هتعرفها من هنا. مرات الظهور هتبتدي إن أنت تعرف مرات الظهور الخاصة بيك من هنا، وكمان تاريخ الانتهاء، فدي كويسة التقارير الحملة. وطبعًا حتى لو الحملة بتاعتك فشلت أو الحملة بتاعتك ما كانتش كويسة، فلازم تبقى عارف إن أنت بتعمل تقارير في الأول والتاني والتالت، أي حملة تدخلها لازم تعمل تقارير، تعمل تقارير بالسن، تعمل تقارير بمين اتباع أكتر وفين ولأي كل حاجة خاصة بالإعلان إن إحنا بنبدأ باسم الحملة، وبعد كده نضبّط الأشكال والأسعار، وطبعًا الكلمات المفتاحية، الميزانية والتاريخ، إحنا عايزينها تبدأ إمتى وتنتهي إمتى لحد الموقع واللغة، وقُلنا ما نزيدش عن لغة واحدة، يعني لو حبينا نزيد خالص يبقى لغتين، بلاش إن إحنا يعني لا أُفضّل إن هي تكون أكتر من لغة في الإعلانات، النتايج بتاعتها مش بتكون أحسن حاجة، فحاولوا إن أنتم تستهدفوها في البداية، تبتدوا المجموعة الإعلانية والإعلانات خلّينا نشوفهم من البداية. إحنا حطينا اسم للحملة، طبعًا إحنا اعتمدنا إن هي تظهر كفيديو، إن إحنا مش عايزينها تظهر كأي شيء غير فيديوهات، فنبتدي يجيب لنا أشكال الحملة، فهيجيب لنا أشكال الإعلانات إن هي هتظهر كفيديوهات، كفيديوهات reels كفيديوهات shorts كفيديوهات أول 5 ثواني، كل دي أشكال الفيديوهات اللي ممكن تظهر فيها. الميزانية الخاصة بينا هنا، ونبتدي تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء، عايزينها تبدأ إمتى وعايزينها تنتهي إمتى، وليكن عايزينها يومين أو 3 أسابيع أو شهر أو غيره، بنحدد التاريخ وبنحدد السعر الفلوس المطلوب أو الميزانية، وقُلنا في نوعين لا إما أوتوماتيك لا إما manual لدفع الفلوس، طبعًا إحنا كنا عايزينها تظهر، فإحنا عايزينها تظهر كفيديو، فلا إما يوتيوب لا إما TV 2 من الأنواع، إحنا عايزينها تظهر كيوتيوب اللي إحنا ضبطنا عليها في الأول، فهتظهر لك على شبكة اليوتيوب، بنحدد البلاد وقُلنا برضه نحاول ما نختارش أكتر من بلد أو أكتر من إقليم، فإحنا هنا محددين الموقع الجغرافي بتاعنا مصر عادي. اختيار اللغة، قُلنا بنختار اللغة اللي إحنا عايزينها توصل، هنختار اللغة العربية اللي إحنا عايزينها، كل دي بنحددها ولكن نحاول ما نزيدش من اللي ضيّقت الحمل أكتر، أنا عايز أطفال ذكور من 8 ل14 سنة في محيط القاهرة فقط هم اللي يشوفوه، كل ده بيضيّق لك نسبة الوصول، فبلاش إن أنت لمّا تحط الاستهداف تضيّق على نفسك نسبة الوصول أو شرايح تشيلها من الجمهور الخاص بيك.
حاول إن أنت ما تعملش استبعادات كتير، حاول إن أنت ما تحطش steps كتير قدامك علشان ما تضيّعش عليك. هاجي لأهم خطوة، الكلمات الرئيسية بتاعتي والمواضيع ومواضيع الإعلانات اللي بتخلّيني أظهر على أساسها. الكلمات المفتاحية مهمة جدًا، جوجل بيحط الكلمة الخاصة بيك لا إما أول لا إما تاني لا إما تالت كلمة، فأنا لو قُلت مثلًا شقة للبيع هتلاقي يجيب لك شقة للبيع وعربية للبيع وقلم للبيع، فبالتالي إن أنا عايزة أحدد كلمات معينة، وفي أنواع من الكلمات المفتاحية هنشوفها دلوقتي، فإن إحنا نركّز على الheadline الأول والتاني، دول مهمين جدًا، دول اللي هيخلّوا الإعلان بتاعي هيوصل والّا مش هيوصل. فأنا هاحاول إن أنا أحط مواضيع ليها صلة علشان لو حد بيبحث بنفس الكلمة، ولكن أركّز على أول 2 من الكلمات المفتاحية. طبعًا ده العنوان اللي أنا عايزة أحطه، هيدوّروا عليَّ إزاي، وابتدي إن أنا أنشئ الحملة الخاصة بيّا، ولكن طبعًا مش هتنشأ لإن إحنا ما حطينالهاش هنا أسعار أو حاجة، فأنت بتحط إنشاء حملة ويبتدي يجيب لك لا إما تدخّل الفيزا، لا إما يطلّع لك كود ولو أي وتدفعه حاجة فوري وقفت عادي قدامك فأنت جدًا. هتبعت واتساب عادي ونرد عليك برضه. الكلمات المفتاحية من أهم الحاجات اللي إحنا بنحاول إن إحنا نتعلمها، وليها كورس كمان مخصوص، الناس بعد ما تتطور وتكون ماركتير شاطر بتبتدي إن هي تتعلمها. يعني إن أنا هاقدّم أي منتج أو أي حاجة أو أنا عايزة أكسب، فإن أنا أستخدم كلمة خطأ من الكلمات المفتاحية بيضيّع لي الحملة الإعلانية، بيضيّع لي مجهودي، بيضيّع لي المبلغ المالي اللي أنا حطيته، وهي الكلمات المفتاحية 4 أنواع باحاول إن أنا باعمل كلمات مفتاحية تطابق للحاجة اللي أنا عايزاها بس على نطاق كبير، ده أكتر الأنواع انتشار وبس خطورة، لإن الكلمات التلقائية اللي بتطلع لنا، يعني وإحنا بنحط هاشتاج مثلًا فتطلع لنا ماركتينج فيطلع لك ماركتينج تسويق إلكتروني، دي كلمات تلقائية بتكون أكتر الأنواع اللي إحنا بنستخدمها، ولكن للأسف استخدام خاطئ ليها بيخلّي الحملة تضيع، يعني زي هنا إحنا قُلنا أيفون ماكس فبيطلع لك تليفون أيفون ماكس، أيفون إكس للبيع، أيفون أبيض إكس. الكلمة بتاعتك بتيجي في الأول وفي التاني وفي الأخير، فدي كلّها ما فيهاش مشكلة، كلّها كلمات متشابهة، كلّها بتظهر في الsearch search team بيساعدك إن أنت تعرف هل الكلمة دي هتظهر إزاي أو بأي شكل، فأنت بتحاول تبحث عن شكل الكلمة قبل ما تحطها علشان تفهم، لو عملت search على جوجل هتلاقي الموقع الويب الخاص بيه. يعني في كتير بيروحوا لجوجل من الsearch term حاطين لك إن هي سيارة، فما تفهمش إن الad بتاعك بقى يطلع إعلان سيارات، فالشقة بتاعتك ما بقتش بتتشاف، ولكن في حاجة اسمها negative keywords كلمات بنحطها على جوجل، فبيقول لنا هي الكلمات دي هتظهر والّا لأ، وهتظهر لنا الإعلان والّا لأ، فلو إحنا حطينا سيارة ككلمة سلبية لو ظهر الإعلان. متشابهة جدًا ليها، ما تجيبلناش أي كلمة وخلاص تحطها لنا علشان الإعلان الخاص بينا ما يظهرش، فنيجي في مثال إن هو جاب لنا شقة للبيع دي اللي إحنا brand match الكلمة اللي إحنا حطيناها، فالsearch term الإعلان بتاعنا هيبدأ إزاي؟ إن هي شقة للبيع وشقة للبيع في مصر، فبالتالي دي هتكون حاجة كويسة، فلمّا جه الad الإعلان ظهر، فظهر شقق للبيع في تركيا، أي نعم هو ظهر في تركيا، ولكن هو ظهر كحاجة منطقية إن هو شقة. تالت نوع الversus match، في النوع ده إحنا بندخّل الكلمة المفتاحية كلمتين على الأقل، يعني من كلمتين ل4 كلمات بندخّلهم، وبعد كده نسيبهم نشوف لا قبلها لا بعدها بتظهر لنا الكلمة. وبنحط علامات ترقيم إن إحنا عايزين نقول له ما تغيّرلناش عن الكلمة بتاعتنا دي، إحنا عايزين الكلمة الخاصة بينا، فيبتدي إن هو يدّيك شُقق للبيع، برضه ادّاك في نفس الsearch حاجات شبهها،
ففي الاد كتبنا شغل البيع في تركيا فطلع لنا شغل البيع في تركيا، فكل السيرش طلع لنا حاجات شبهها في تركيا. اكست ماتش اخر نوع. النوع ده جوجل مهما حصل ما تطلعليش اي كلمة في الاد بتاعي غير اللي انا حطيتها، سواء اي كلمة انا عايزها. ظهور الاعلان بيكون قليل طبعا مقارنة بالانواع التانية، لان انت بتخلي حاجة موجهة، يعني حد بيدور على حاجة معينة فلازم يكتب اسمها بالظبط. لو كتب حرف غلط او كتب حاجة شبهها وكتب أي شيء زي ما إحنا مثلًا بيكون في صورة أو أغنية أو أي حاجة في بالنا فاكرين كلمة فبندخل نحط الكلمة فبيطلع لنا كل حاجة، ده لأ، text match الحاجة 100%. لا إما تجيب اسم الحاجة، يعني لو أنت دخلت عملت search عليه AK creative وما كتبتش AK creative academy الأكاديمية مش هتطلع لك، بس لو كتبت الكلمة كلها تطلع لك. هو ده ناجحة علشان الCPA بتخلّيك تعمل عمليات ناجحة لمّا تبتدي إن هي ترشّحك لناس تانيين، فأنت بتحتاج عمليات ناجحة كتير في البداية علشان توصل ليها. طبعًا دول خلْط بين 3 مصطلحات، إن شاء الله هابعت لكم الPDF ده علشان تفتكروا دايمًا وأنتم بتحطّوا الكلمات المفتاحية في الإعلان، مين بيتحط له قوسين، مين بيتحط له علامتين أو مين بيتحط له plus مين بيتحط بس، دول ال4 أنواع. وطبعًا الnext match دي أكتر نوع مش بيوصل للجمهور بسبب إن إحنا بنحصره بين شيء معيّن، بتعملها الشركات الكبرى برضه. versus match حاجة نوعًا ما كويسة عن الbroad match، يعني versus match كويسة أكتر. إن أشوف وأنتم بتعملوا حملة من الحملات تبتدوا إن أنتم تحاولوا تكتبوا وتكتبوا captions وتكتبوا كلمة مفتاحية وتحاولوا تحطّوا headline مناسب وتجرّبوا لأكتر من موقع. هابعت لكم أسامي المواقع اللي تقدروا من عليها تشوفوا الكلمة اللي أنتم هتحطّوها كانت نتايجها إيه، وهل هتظهر كنتيجة والّا مش هتظهر، وهل لو أنا حطيتها هتتغيّر والّا لأ. وأنتم بقى معاكم ال4 أنواع من الكلمات المفتاحية، فتحاولوا تعرفوا مين بيتحط له علامات تنصيص من plus مين بيتحط له أقواس، وأنت عايز يظهر قد إيه، وهيفرق معاك لو اتغيّر والّا لأ. كل الحاجات دي مهمة في إعلانات جوجل. فطبعًا أنتم سواء معاكم فون أو معاكم لابتوب هتقدروا إن أنتم تطبّقوا، فهتطبّقوا وهتبعتوا فيديو من تطبيقكم التجريبي لإعلان تجريبي. فمطلوب منّك إن أنت تعمل إعلان تشوف مكان أنت شايف لو فسِن الشباب تشوفه مقتصر على كام سِن ولحد فين، فتعرّف لي الفئة اللي أنت هتستهدفها من سِن كام لسِن كام، وتشوف اهتماماتهم إيه. فأنت عايز تظهر كيوتيوب أو هتظهر له كمقال، ولو قُلت لي أنا ظهرته له كفيديو يوتيوب تعرّفني ليه ظهرته له كفيديو يوتيوب، ولو ظهرته له كموقع ويب تقول لي ليه برضه أنت عايزه يظهر كموقع ويب، عشان أعرف بتفكّروا إزاي. فلو في خطأ من الأخطاء نعرف إن إحنا نصلّحه قبل ما تبتدوا فعلًا تكونوا شغّالين. ألقاكم في الsession القادم، طوّلت عليكم. الsession الجاي إن شاء الله هناخد حاجة تطبيقية كمان، ولكن طبعًا مش على جوجل،